Başlayacağım mı abi? Başlayacağım. Set. Hocam girdik kayda. Kayıtta gelsin. Set. 3, 2, 1, action. وانت اخويا الغالي عمري واذا هو موافق مش معناته هات تشدوها صباح الخير، صباح الأشياء الحلوة. سوري يعني كنت مختفية عنكم، بس هاي الفترة ببغداد كلها ركض الأشياء، وشوية أنا هماتين كنت تعبانة، بس اليوم لا الحمد لله أني زينة. طمنوني شلونكم؟ يلا قوم راوينا ملابسك. يلا هي سوي ويلا وندار. واو هشومي واو. يعني ذاك اليوم نتلي كانت جاية صديقتها يمها وما فتحوا لك الباب؟ اي مسدت الباب وراحت على بابه وننو رفقت لي كاندي. ايه وننو نامت وما لعبتك وياها؟ اي زين ما لعبت ويا بابا؟ ماما نبض اتك كودي. ماما ايش سوت لك؟ تعال شوفي كودي ليه؟ ننو رافي. ها يعني انت كنت حاط الالعاب والطوطو بالجاكوزي؟ اي زين ما تخاف عليهم يخربون؟ والله ما اعرف شو اقول لك. يعني انت ما عندك فريند هسه؟ اني فريند، اني بربر. خلينا نلعب لعبة النعم وها. اوكي يلا، من واحد يصيح لك هشومي شو تقول؟ هشومي. نعم. عافية هشومي. نعم. زين اذا واحد قال ها شنو يعني؟ قول نعم. قول نعم. ليش؟ ترى مو حلوة. مساء الخير، شلونكم؟ يا رب كلكم تكونون بخير. طبعا سويت شعري ضفاير واخيرا الصبح كان شعري كلش مأساة، بس قلت انه هاي الفترة دا احاول اريحه. تعرفون يعني اجواء التصوير والفترة اللي راحت جبت هماتين منتجات للشعر، لانه تعرفون يعني الشعر يحتاج بين فترة وفترة الواحد يبدل منتجاته، يجيب اشياء جديدة على حسب الشيء اللي تعرض له يعني الشعر من الحرارة والاشياء. فهاي الفترة هماتين دا استخدم منتجات حتى ارجع صحي، فبس انشفه وهيج قررت اسوي ضفاير بحيث يعني يرجع طبيعي. يعني تسريحة فريدة راحت، وبنفس الوقت دا اكون ويا داليا هواية، لان تعرفون هي عندها مشروع جديد تسوي ان شاء الله قريبا راح تشارككم بيه، فدا اكون اغلب الوقت وياها، وبنفس الوقت دا اكمل اموري هنا ببغداد. ما قلتوا لي شلون صار لون الشعر شويونه؟ يعني شلون اقول لكم، تعدل. بالبدايه كان كلش فاتح، اي خليني اكملكم. فبالبدايه كان شوي من الشعر كلش فاتح، الكل قال لي انت ليش صابغته اصفر؟ بس ما حد يعني ما دا اقدر اصوره من ورا الفتره اللي راحت، انه اني بس سويت خصل يعني هيجي شقارات خصل، بس هو نفس اللون يعني
بس شوي انه بالاضاءة والتصوير يبين يعني اكثر. بس هي الخصل من قدام كانت اكثر لونها اصفر، لانه وقت اللي سويته انا سويته بصالون بتركيا، فهو عباله انه اني اسوي شعري هيجي بالنص، فمن سوى الخصلتين من انا فقلت له لا اني اسوي شعري هيجي، فكانت كلش مخربطه. بس هسه لا شوي ويا الغسل والهاية رجع طبيعي. وهم شنو ردت اقول لكم، حتى نسيت والله. اكو شيء جبت لوحات. شكرا هواي ذاك اليوم ساعدتوني، دليتوني على مكاتب هنا ببغداد، فجبت لوحات والوان وراح ابلش ارسم، وراح اشارككم بالرسومات اللي راح ارسمها يعني اجواء التصوير، لانه كلش مشتاقه للرسم. فقلت اريد ارسم لوحات هنا شوي اتونس باللوحات، فان شاء الله راح اشارككم. بس دا انتظر المواد توصلني. لقيت مكتبة يعني تسوي حتى لوحات دائرية، لأن أنا أكثر اللوحات اللي أشتغلها تعرفون كواكب ومجرات وهاي الأشياء، ف يعني يعجبني الكانفاس اللي يكون دائري. هاي الماشي دا أقول شنو هذا إيه، ف دا أشتغل على هذا الأساس. ودا أريد أشوف لي وقت هماتين، أريد أرجع الجلسات قولوا وياي تقطيع الألياف على مود إنه ما باقي، بس هيك حفر خفيفة لازم أكملهن، لأنه أنا فترة التصوير يعني كلش عانيت من عندها. وأنا شفت هواي كاتبين لي رسائل إنه برا إنه أنت شلون خفت الحفر عندك وهاي. قلت لكم تقطيع الألياف، هذا تقطيع الألياف هو الوحيد اللي يعالج الآثار مال الحفر. بعدين يعني تبلش هاي أبر النظارة، الليزر اللي يوخر الحمارات وهي. فأني أنصح البنات دائما إنه إذا كان عندكم هاي الحبوب اللي دائما موجودة هنا بالوجه، إنه تاخذون دواء، يعني تروحون للدكتور بحيث هو يشوف شنو المناسب لكم، يسوي لكم تحليل، يشوف الدهون، يشوف الهرمون، هاي الأشياء. بعدين هو يقرر ويحدد نوع العلاج اللي أنتم لازم تستمرون عليه. هو من 3 إلى 6 أشهر يعني يكون العلاج، حيخفف الحبوب. وراها تشوفون إذا أكو آثار بوجهكم، بعدين تصير مرحلة اللي هو علاج الآثار، أبر النظارة، هاي الأمور. أني صراحة عن تجربتي الخاصة شفت إنه تقطيع الألياف كلش زين، بس شنو يحتاج استمرارية. العفو، أني فترة التصوير ما قدرت أسوي استمرارية، لأن تعرفون أني فترة كلش قصيرة أجي لبغداد أسوي جلسات وأروح، لأن أني صراحة بتركيا ما أثق بأي مكان هناك. يعني أنا عندي دكتور هنا وخلص يعني ملتزمة وياه، فقطعت يعني. تتذكرون يجوز آخر مرة سويت جلسة تقطيع ألياف هي قبل 3 أشهر. هذا الشيء كلش غلط، ولازم كل شهر. هو هذا الموضوع أنا دا أحكي وياكم لأنه هواي وصلتني أسئلة إنه برا بشرتي شلون هيجي سويتيها وشلون تحسنت. أنا دا أقول لكم يعني مو كامل تحسنت، بعد يعني بالمراحل الأخيرة، لأن أنا يعني شلون أقول لكم أطمع أريد أكثر تتحسن، أكثر تصير صحية، لأن أنا من الأشخاص اللي رأسا واقي شمس، مثلا ماسكارا أخلي ومطري شفايف فقط، هذا الشفاف مثل ما تشوفوا. يعني ما أحب أخلي هذا الميك اب والفول ميك اب، على حسب مثلا أكو أوقات يعني يعجبني أخلي مكياج. وحتى من أخلي يعني الفونديشن اللي عندي فونديشن يعني ما أخذته من الصيدلية، صحي جدا بحيث ما يأذي البشرة. بس أيام التصوير لا، كان أكو فونديشن معين نستخدمه على مود تعرفون تغطية وإضاءة وأشياء وهاي، وكلش بشرتي تعبت ما أحكي لكم. يعني والله الميك اب لازم الواحد دائما يختار منتجات زينة. هاي النصيحة أنا أقول لكم إياها عن تجربة شخصية. كانت يعني كنت أخلي الميك اب من الصبح لليل أثناء التصوير 12 ساعة بالضبط على وجهي، فتأذيت. بس الحمد لله. شو يقولون الضحك يعدي، شلون واحد ما يضحك لما يسمع حاشا؟ يلا مرة ثانية، يلا بعد مرة.